الكتاب بيحكي ان الفشل مش النهايه، بالعكس هو جزء من رحله النجاح. كل فصل بيورينا ازاي الفشل ممكن يكون بدايه لحاجه جديده. الكتاب بيبدا بفكره غريبه شويه، احنا طول عمرنا بنتعامل مع الفشل كانه حاجه وحشه، كانه وصمه عار او دليل ضعف، لكن الكاتب بيقول لا، الفشل جزء طبيعي من رحله النجاح. ضرب مثل بيقول زي الطفل اللي بيتعلم المشي، هو بيمشيش مره واحده وبيفضل يمشي ويقع لحد ما يتوازن بجسمه على الارض. بيقول الناس الناجحين اصلا فشلوا كتير، بس كان بالنسبه لهم كل تجربه فشل درس بيتعلموا منه او البدايه الجديده بتاعتهم. المعنى كل وقعه فيها معلومه تساعدك انك تقوم اقوى. الفشل مش معناه انك وقفت مكانك، بالعكس كل محاوله بتقربك من الحل. كاتب لقد بيدي امثله فعلتها. بعلماء ومخترعين زي توماس اديسون مخترع المصباح، بيقول ان فشل 1000 مره. إنه يعمل. بيقول انا ما فشلتش، انا كان قدامي 1000 طريقه ما تنفعش. الفكره هنا انك تتعلم تمشي وسط الغلط وتعتبره طريقه مش مطب. بيقول ان احنا في النجاح بننبهر بالتجارب اللي حوالينا بس مش دايما بنتعلم. بس الفشل هو المرايه، بيورينا احنا فعلا مين وازاي بنتعامل مع الضغط والخوف. ساعتها بتعرف قوتك الحقيقيه وبتكتشف انك تتحمل اكتر ما انت كنت فاكر. الفشل مش بس بيعلمك عن العالم، لا ده كمان بيعلمك عن نفسك. كاتب بيقول ان الفشل مش النهايه، هو مجرد فيدباك، يعني تغذيه رجعيه. زي ما الجهاز بيقول لك ان في خطا في الادخال فبتعرف انك محتاج تغير طريقه الاداء. بيقول ان الناس اللي بتنجح فعلا هم اللي بياخدوا الفشل كاداه لتحسين شغلهم مش كاشاره للاستسلام. كل فشل بيقول لك في طريقه احسن، جرب تاني. كاتب بياكد ان الناس اللي فشلوا وعدلوا من مسارهم يبقى عندهم رؤيه اوسع للحياه. بيقول ان اللي بيمر بفشل بيتعلم المرونه، بيفهم ان الدنيا مش دايما ماشيه بمزاجنا، بس ممكن نلاقي طريق تاني. بدل ما تقول انا خدت الطريق الغلط قول انا لسه بدور على الصح. فعلا دايما احنا بنفضل النجاح عن الفشل وبنقول انهم ضد بعض، بس الكاتب بيقلب المفهوم ده وبيقول ان النجاح الحقيقي بيتبني فوق الفشل. يعني مفيش نجاح من غير فشل ومفيش تطور من غير تجربه. زي البنى لازم تحفر الاول عشان تطلع لفوق، كده برضو الفشل بيحفر لك الاساس اللي هتبني عليه نجاحاتك بعد كده. الفصل ده عميق شويه، ان هو بيحكي ان الفشل ساعات بيهدم الحاجات اللي احنا كنا فاكرينها صح، بس الحقيقه هو بيحررك منها. زي واحد خسر شغله فبدا مشروعه الخاص اللي خلاه انجح من اي وقت كان. الكاتب بيقول ان الفشل مش بيكسرنا، بل هو بيحررنا من القيود اللي منع النمو. اللي بيستفيد من الفشل هو اللي بيعرف يعيد بناء نفسه على اساس قوي. اللي فات ده كله مبني بيقول ان الفشل مش النهايه، هو بدايه مختلفه. كل تجربه فاشله فيها درس، لو ركزت هتطلع منها اقوى. اهم حاجه انك ما تقفش مكانك وتتعامل مع الفشل اكنه اداه للتعلم. النجاح الحقيقي مش في انك ما تفشلش، بل انك تقوم كل مره بسرعه اكبر. كل وقعه بتفتح لك باب جديد لو عايز هتشوف. بيقول ان الناس اللي مروا بالفشل عندهم وعي مش بيجي بالنجاح، يعني لما تغلط عقلك بيتعلم طريقه مختلفه، تفهم بس ايه اللي حصل وليه حصل، وبيفهم كمان ان الحياه مش ابيض واسود، ده فيها تجارب رماديه بتعلمك المرونه. الكاتب كمان بيقول ان النجاح ممكن يغرك لكن الفشل بيخليك تفكر، وده سر الحكمه اللي بيخلي الناس اللي فشلت اكتر من مره عندهم نضج وثقه في قرارات. الكاتب هنا بيتكلم ان الفشل مش تجربه فرديه، بل هي حاجه بتربط الناس ببعضها. بيقول انك انت لما بتفشل بتحس باللي بيمروا بنفس التجربه، بيخليك اكتر تعاطف وانسانيه. الكاتب بيقول ان العلاقات اللي بتتبني على الصراحه والتجارب الحقيقيه اقوى بكتير من العلاقات المبنيه على مظاهر النجاح. ببساطه الفشل بيكسر غرورك، بيخليك انسان طبيعي سهل انك تتعامل مع غيرك، وده نوع من النجاح النفسي والاجتماعي مش كتير من الناس عارفاه. الكاتب بيشوف ان الاختراعات الكبيره كلها بدات غلط، ناس جربت وفشلت وعدلت ووصلت لنتيجه ما كانتش في الحسبان. بيحكي عن تجارب زي اختراع البوستات اللي حصلوا بالصدفه في وسط تجارب فشل تانية. يعني ببساطه الفشل بيفتح دماغك لافكار جديده، انك بتقرر تدور على حلول خارج الصندوق. هو بيقول من جوه الفشل بتطلع الشراره اللي بتنور الطريق الجديد. ده يخلينا نفهم ان اللي بيخاف من الفشل بيخاف من الابداع. الكاتب هنا بينبهنا لحاجه مهمه جدا، ان مش كل فشل لازم نحوله الهوس بالنجاح. في اوقات لازم تقف وتراجع نفسك، هل انا فعلا ماشي في الطريق الصح ولا بحاول اثبت للناس اني مش فاشل. ده بيشجع انك تطمح بس من غير ما تضغط على نفسك ومن غير ما تفقد رضاك الداخلي عن نفسك. يعني خليك عارف ان الفشل مش دايم، بس ما تخليش النجاح يستهلك. تقدر في توازن بين السعي والهدوء. بيقول ان الفشل ممكن يبقى قوه روحيه جواك، مش بس مجرد تجربه خارجيه. انك لما بتفشل وتقوم وتكمل انت بتبني جواك طاقه مختلفه، طاقه الصبر والاصرار والايمان بنفسك. بيقول ان اقوى الناس مش اللي عمرهم ما فشلوا، لكن اللي واجهوا الفشل وشافوا فيه ان معنى الفشل مش ضعف، هو اختبار لقوتك الداخليه، وكل مره بتقوم اقوى من اللي قبلها. ان الفشل مش النهايه، الفشل هو اعاده تصميم. ان الحكمه بتيجي من الالم والتجارب مش من الكلام. الفشل بيخليك اقرب للناس واكتر انسانيه. من جوه الفشل بيتولد الابداع. لازم توازن بين طموحك ورضاك عن نفسك. القوه الحقيقيه مش في انك ما تقعش، لكن انك تقوم وتفهم انت ليه وقعت. الفشل بيخليك اذكى وانضج، بيكشف لك عن نفسك وبيقربك من الناس وبيفتح لك باب الابداع، وكمان بيخليك توازن بين الطموح والرضا. والقوه مش في انك ما تفشلش، لكن انك تقوم بعد الفشل وتفهم ليه حصل ده. كاتب هنا بيقول ان اكتر حاجه بتمنعنا مش الفشل نفسه، لكن الخوف من الفشل. كلنا بنخاف نجرب عشان بنسال نفسنا طب لو فشل. بيقول ان الحل مش في الهروب من الخوف، بيقول ان الحل انك تواجه الخوف وتفشل فعلا، وتشوف ان الحياه كملت ومفيش كوارث حصلت. كل مره بتفشل فيها الخوف بيصغر وثقتك بنفسك بتزيد. في ناس لما حاجه بتقع منهم بيقعدوا يندبوا الحظ، وفي ناس تانية بتقول انا اقدر اعمل ايه باللي حصل ده. كاتب بيقول ان الفشل باب لازم يتقفل عشان باب تاني يتفتح. يعني ممكن تكون خسرت شغل بس لقيت نفسك في طريق تاني افضل وانجح. كل حاجه بتحصل ليها سبب، وهي ممكن
ممكن تكون التجربه اللي هتوصلك لحاجه عمرك ما كنت خايل انك توصل لها في نجاحك القديم. يعني الفشل احيانا بيحول الطريق مش نهايته. بيقول ان النجاح بيغذي الاناء لكن الفشل بيغذي الروح. الكاتب بيشرح ان لما الانسان لما بيفشل بيبدا يفكر في نفسه وقيمه هو عايز ايه فعلا. يعني الفشل مش دايما مادي زي خساره الفلوس والشغل، اوقات بيكون روحي بيهزك من جواك عشان تكتشف نفسك، بيخليك تفهم ان النجاح الحقيقي مش في انك تكسب بل انك تغير للافضل. هو بيقولها كده ان الفشل مدرسه بس اللي بيتخرج منها قليل. هنا بيوضح ان مفيش طريق مستقيم للنجاح. اي شخص ناجح هتلاقي رحلته مليانه محطات اسمها غلط، خساره، تجربه فشل، لكن كل محطه من دول كانت مهمه عشان يوصل لرحله نجاح. بيقول لك انك تشوف الفشل حاجه طبيعيه زي النوم والتعب في الجسد، مش علامه انك خسران. كل تجربه فشل بتعلمك حاجه في الطريق اللي بعده. المشكله ان في ناس كتير اول ما بتوصل لمحطه الفشل بتقف مع انها كانت محتاجه تكمل شويه صغيرين بس. في الفصل ده الكاتب بيفرق بين الفشل في المحاوله والفشل في الاختيار. يعني لو حاولت وفشلت فده فشل مؤقت، لكن لو قررت ما تحاولش فهو ده الفشل الدائم. لان الفاشل مش اللي بيغلط، الفاشل اللي بيهرب. بيقول ان الفشل مش نهايه الرحله، ده الوقود اللي بيخليك تكمل. كل مره بتقع وبتقوم بتتكون جواك قوه اسمها الثقه اللي جايه من القلب. الناس اللي مرت بالفشل عندهم جلد تقيل وقدره عن التحمل اكتر من اي حد. هم اللي بيتعلموا ان دايما الحياه مش ماشيه بالورقه والقلم، لكن في فرص ثانيه. بيقول لك ان الفشل ممكن يكسرك وممكن يعيد تشكيلك بس انت اللي بتختار. الفشل بيكسر الخوف وبيخليك تمر بتجربه. كل باب بيتقفل ممكن يفتح باب تاني احسن. الفشل بيخليك تتطور من جواك وتراجع نفسك. النجاح مش طريق مستقيم، الفشل جزء من الرحله. اللي بيتعلم من فشله بيطلع اقوى من اي نجاح سهل. الفشل بيكسر الخوف وبيعلمك المرونه وبيعلمك النجاح والتطور الداخلي. بيأكد ان الفشل الحقيقي هو انك ما تحاولش اصلا. بيقول ان كل سقوط هو تدريب للوقوف بثقه اكبر. الكاتب بيقول ان اغلب قراراتنا مش بالعقل بل هي بالعاطفه، لكن الفشل بيعلمنا اننا لازم نستخدم الاثنين مع بعض. يعني لما بتفشل بتفكر هل انا فعلا كنت غلطان في الحساب ولا انا غلطان عشان اتسرعت وقلبي اللي حكم عليا. الفشل بيخلينا نراجع طريقه تفكيرنا، يخلينا عندنا وعي اكتر. بيقول النجاح مش بس انك تاخد القرار الصح، لكن في انك تتعلم من القرار الغلط اللي فات. كل فشل بيقربك خطوه من انك تبقى متزن اكتر في حياتك وفي قراراتك. الكاتب هنا بيقول ان الاراده مش حاجه بتتولد معاه، لكن دي بتتبني من التجارب الصعبه. زي العضله كل ما تمرنها اكتر كل ما تقوى اكتر. الفشل بيختبر صبرك، بيشوف هتستسلم ولا هكمل. الناس اللي بيكملوا بعد الفشل بيبقى عندهم نوع من الصلابه الداخليه اللي بتخليهم بعد كده ما يخافوش من اي فشل. بيقولوا ان كل مره بتقع فيها وتقوم انت كده بتتمرن على النجاح الحقيقي. بيقولوا ان النجاح مش دايما في النتيجه، اوقات بيكون في الرحله. الفشل بيخليك تشوف الصوره كامله، مش بس انك توصل، لكن توصل وانت فاهم نفسك ومبسوط باللي بتعمله. بدا بقى هنا الكاتب يشبه الفشل بفصل الشتاء. بيقول ان الشتاء كله برد وضلمه بس جاي بعده الربيع. بيقول ان بعد اي فشل لازم تدي وقت لنفسك ترتاح، لازم تعيد ترتيب اولوياتك وتبدا بدايه جديده. الفشل بيساعدك تنظف حياتك من اللي مش نافع. يعني بدل ما تكمل في طريق غلط خايف انك تغيره، الفشل بيخليك تبدا من الصفر، ودي في الحقيقه احسن حاجه ممكن تحصل. الفشل مش دايما خساره، اوقات بيكون اعاده تشغيل. هنا بنتكلم ان الناس اللي عندهم تجارب فشل بيبقوا اكتر صدق مع الناس اللي حواليك. يعني لما بتنجح بعد فشل بتقدر تلهم غيرك، انك مش بتتكلم نظري، انت عشت وشفت. كاتب بيقول ان القاده الحقيقيين مش اللي ما وقعوش، لكن اللي وقعوا وقاموا وقدروا يساعدوا غيرهم انهم يقوموا هم كمان. ان الفشل بيخليك قدوه حقيقيه مش بس صوره بتلمع. الكاتب بيقول ان السر مش في انك تتجنب الفشل، لكن تعرف انه جزء اساسي من حياتك. زي ما بتتقبل المطر والحر تقبل اي فشل كمان في مرحله النمو. لما بتوصل لمرحله دي الفشل يبطل يخوفك وبيتحول لنفس بتاخده وبتكمل بعد. ان الفشل مش عدو النجاح. كاتب هنا عايز يوصل لمعنى ان كل فشل في حياتك مجرد تدريب على حاجه اعظم جاي. كاتب بيقول ان المرونه هي السلاح السري للناس اللي بتنجح بعد فشل. المرن مش اللي ما بيقعش، المرن اللي بيقع وبيقوم وبيكمل. زي الشجره بتتمايل مع الرياح بس ما بتتكسرش. اللي بيخاف من الفشل بيعيش في توتر مستمر، لكن اللي اتعود على الفشل بيبقى هادي وبيبقى عارف ان كل مشكله ليها حل. المرونه دي بتخليك تشوف الحلول اللي غيرك مش شايفها لانهم خايفين ومرعوبين من السقوط والفشل. هنا الكاتب بيكلمنا ان الفشل بيوقفك لحظه ويخليك تبص حواليك وتفكر انا فين وليه، واللي انا بعمله ده فعلا مهم بالنسبه لي. ناس كتير بتمشي في طريق النجاح من غير ما تسال نفسها الاسئله دي. الفشل بيدي فرصه للتامل والمراجعه واعاده توجيه. بدل ما تفضل تجري في الطريق الغلط، الفشل ممكن يكون اللي هيخليك تغير اتجاهك للطريق الصح، وده نوع من الوعي مفيش نجاح بيمنحه لك. الكاتب هنا بيروح لمستوى اعمق شويه وبيقول ان كل فشل في نوع من الاختبار الداخلي بيعرفك انك اقوى مما كنت فاكر. لما كل حاجه بتقع حواليك وانت بتفضل واقف بتحس بقوه جواك مش معتمده على الظروف. الكاتب بيعتبر الفشل وسيله انك تقرب من نفسك ومن ربنا ومن المعنى الاوسع للحياه. وبيقول لك ان الفشل مش ضدك، ده بيجهزك تبقى نسخه افضل وانضج من نفسك. في الجزء ده الكاتب بيحكي عن ناس اتحطوا في مواقف صعبه، خسروا كل حاجه وبداوا من جديد بس بداوا اقوى من الاول. وبيقول لك ان اللي وقع مره ووقف يبقى عنده ثقه انه يقدر يبدا تاني من الصفر. وبيشبه الفشل بالنار اللي بتحرق الشوائب وبتسيب الذهب نقي. بيقول ان اللي بينجو من النار دي بيطلع انضف واصدق من قبل. الكاتب هنا بيقول ان كل مره انت تفشل فيها انت مش بترجع لورا، انت بتقدم لقدام بخبرك. بيقول ان النجاح اللي بيجي بعد فشل بيبقى اعمق، انك ساعتها بتقدره وتفهم تانه وتبقى عارف ازاي تحافظ عليه. الكاتب بيقول النجاح السهل ممكن يضيع، عكس النجاح اللي طالع من فشل مستحيل يضيع. ده مش لانك وصلت بل انك كمان اتغيرت. الكاتب بيبدا يجمع كل الخيوط وبيقول اننا طول عمرنا بنحاول نهرب من الفشل، لكن الحقيقه الفشل هو اللي بيعلمنا ازاي نعيش. من غير الفشل مش هتعرف معنى الصبر ولا معنى الامل ولا معنى النجاح. الناس اللي ما بتفشلش مش عايشين بجد، لانهم ما جربوش طعم التحدي ولا طعم الرجوع بعد السقوط. الكاتب بينهي الكتاب بجمله قويه جدا وبيقول الفشل مش ضد النجاح، الفشل هو طريق ليه. ان كل فشل حقيقي هي تجربه
بتمر بيها عشان تطلع اقوى واصدق وانجح. الفشل مش النهايه، هو البدايه اللي بتعلمك ازاي تمشي صح. كل مره هتفشل فيها تتعلم دروس. اللي بيتعلم من فشله مستحيل يفضل في نفس المكان. كاتب عايز يقول لنا ببساطه ما تخافش من الفشل، المره الجايه اللي تقع فيها ما تزعلش وما تندمش وما تكرهش نفسك. افهم انك دلوقتي في اهم درس من حياتك. خد نفسك وشوف ان الفشل مش عدو لكن كقوه هتخليك نسخه افضل من نفسك. لو الفيديو ده خلاك تبص للفشل بطريقه تانية اكتب لي في كومنت انا مش خايف من الفشل تاني، واشترك عشان نكمل الرحله سوا. دي كانت رحلتنا النهارده في كتاب قوات الفشل للكاتب تشارلز مانز.